الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذه الدنيا وخلق هذا الكون وخلق هذا العالم وخلقني وخلقك، هو يقول لك أن الحياة هذه لا تستحق أن تفكر فيها، وعش فيها كأنك غريب كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك يقول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة القمر قال: وتتأمل معي هذه الآيات حرفا حرفا حتى تعلم هذا كلام رب العالمين، ليس كلامي ولا كلام أحد من البشر ولا كلام أحد من الرسل ولا الأنبياء ولا الملائكة المقربين، هذا كلام الله الذي خلق هذا الكون وخلق هذه الحياة وخلق هذا العالم. يقول لك هذا الكلام فاسمعه، فإن لم تسمعه الآن وتعلم معناه الآن فستعلم معناه حقيقة إذا وضعت في قبرك. لذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا، إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول فلا تغرنكم الحياة الدنيا، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت وما تدري نفس بأي أرض تموت